السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ إخواتي في الله، يا رب تكونوا بخير. أهلا ومرحبا بكم. مباراة النادي الأهلي وباتشيكو، المباراة اللي هي انتهت بفوز باتشيكو على النادي الأهلي بركلات الترجيح. ولكن الفريق ده سبحان الله باحس إن هو صن داونز في نفسه كده، ما مش عارف النادي الأهلي بينه وبين الفريق ده إيه. ولكن المباراة يعني بصراحة أنا ما كانش هي اهتمامها كبير أوي، لأن طبعًا إحنا عارفين إن هي مباراة ودية. والأهم من كده إن إحنا طبعًا المباراة دي كنا محتاجينها بس عشان خاطر إن إحنا نشوف اللعيبة الجدد اللي جُم النادي الأهلي، ونشوف مستوى اللعيبة هيعملوا إيه في كأس العالم للأندية طبعًا، وأول مباراة يوم 15 اللي جاي مع إنتر ميامي. ولكن يعني بصراحة أنا هي المباراة ما كنتش مستني النادي الأهلي يعني يفوز فيها، أو بمعنى أصح ما كانش في شغف في المباراة كبير أوي، يخلّي إن مثلًا يعني إيه الواحد يكون داخل في مباراة أوي. ولكن كنت حابب في المباراة دي إن أنا فعلًا أشوف لعيبة اللي هم الجدد زي بن رمضان وزيزو طبعًا ومحمود تريزيجيه. فطبعًا العناصر دي كنا محتاجين نشوفها وكنا مستنيين هيعملوا إيه. وعشان كده كنا لازم نقيس على الموضوع ده، إن إحنا نشوف اللعيبة ديّة يعني إيه هتقدر تأدّي في أول مباراة مع إنتر ميامي والّا لأ. ولكن أنا هنا يا جماعة أقسم بالله يعني أنا هنا عايز أقف بقى شوية. يعني أنا هنا عايز أقف شوية وأسأل سؤال. تمام. يعني أنا عايز أسأل سؤال بس يعني إيه ل للاعب عمر كمال. يا جماعة عمر كمال ما بيشوطش ضربات جزاء. برضه مش فاكر برضه في ماتش إيه، برضه كنا بنلاعب الزمالك في نهائي، اللي هو كان السوبر أفريقيا على ما أعتقد. برضه هو اللي ضيّع برضه في ضربات الجزاء برضه عمر برضه. يعني أنا ما أنا يعني أنا مباراة يعني إيه، يعني أنا مش فاهم عمر كمال بصراحة. أنا ما مش أنا في حتّة الضربات الجزاء دي ما بارتاحلوش بصراحة. أنا في حتّة ضربات الجزاء دي عمر كمال أنا ما بارتاحلوش. فعشان كده ما باحبش إن يعني عمر كمال يشوط ضربات جزاء. شوفوا أي حد تاني، لأن الموضوع ده بصراحة بايخ أوي. ومش ستايل لعيب اللي هو داخل مثلًا يشوط ضربات جزاء، يعني اللي هو يعني إيه أنت فاهم. ما لأ، اللي هو يعني خلاص هو بيبقى داخل يشوط كده، الواحد بيبقى حاطط إيده على قلبه. ولكن قدّر الله ما شاء فعل، وإحنا طبعًا مش هنضغط على اللعيبة المباراة دي، لأن أنا باقول لك يعني بس كنت يعني كان عندي كده إيحاء إن أنا عايز الأهلي يكسب. يعني حتى لو الأهلي بيلعب مباراة ودية أنا باتمنى إن يفوز النادي الأهلي. أنا باتمنى إن يفوز النادي الأهلي ده معنويًا، إن هو حتى يخش المباراة يوم 15 مع إنتر ميامي، حتى يكون عنده دوافع يعني. أكيد طبعًا أنا عارف إن الموضوع هيختلف، وإن اللعب هيختلف، وإن طبعًا يعني إيه الحماس مش هيبقى زي كده. ولكن هياخدوا الموضوع بجدية شوية. ولكن كنت أتمنى إن النادي الأهلي حتى يفوز على فريق باتشيكو، اللي هو بالمناسبة يعني كان غلبك مرتين قبل كده. أنت فاهم. وبرضه كانت ركلات ترجيح برضه. فأنا مش عارف يعني أنا باحس إن الفرق دي يعني ليه كده يا جدعان؟ ليه مش النادي الأهلي يعني اللي يقف قدامه فريق يعني؟ بس فيعني أنا بصراحة يعني بصراحة يعني كنا إيه، أنا هو ده الموضوع اللي نرفزني عمر كمال، إنه فعلًا يا جماعة ما يشوطش ضربات جزاء عمر كمال أبدًا. ولكن الصراحة انبسطت أوي بأحمد السيد زيزو النهارده. طبعًا إنه لسه كمان يعني إيه، لسه ما دخلش في الجيم، ولسه ما انسجمش طبعًا، لإن هنا العامل هنا ذهني طبعًا أكيد لسه. ولكن أتمنى إن هو يقدّم الفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله، ويكون عند حُسن ظن الجماهير. وطبعًا بن رمضان يا جماعة يعني لا خلاف عليه. يعني الراجل ده إحنا جايبينه لا خلاف عليه، مش هنتكلم. طبعًا كان واضح من لمسته النهارده للكورة، وإن الراجل يعني بدأ يخش برضه في الجيم. ولكن طبعًا إحنا مش هنحكم على اللعيبة يعني دلوقتي، لأن أنا باقول لك لسه اللعيبة لسه ما انسجمتش طبعًا، بعض اللعيبة لسه ما انسجمتش مع بعضيها. طبعًا عودة أليو ديانج لسه جاي، عودة حمدي فتحي طبعًا. فكل كده إن الناس دي طبعًا لسه يعني إيه ما انسجمتش في الجيم شوية. ولكن طبعًا أتمنى فوز النادي الأهلي بإذن الله المباراة القادمة قدّام إنتر ميامي، وربنا يستر. بس يا جماعة يعني إيه إن شاء الله بإذن الله. يعني أنا مش قادر والله العظيم. يعني أنا صعب إن الواحد يقعد يتكلّم و و و و بخلاف طبعًا إن في حاجات كتيرة يعني لازم الواحد برضه إيه يتداركها وإن شاء الله بإذن الله يعني ربنا يكرم النادي الأهلي إن شاء الله في الفترة الجاية. طبعًا بس كنت بس طالع أوضّح بعض الحاجات كده في عودة النادي الأهلي النهارده أمام باتشيكو. كنت أتمنى إن الحظ النهارده يحالف النادي الأهلي ويفوز بالمباراة. ولكن يعني أنا والله العظيم يا جدعان في بس تعقيب صغير كدهِ على يعني المباراة. أنا عايز أقول لك إن المباراة كانت ما فيهاش حاجة حلوة أوي. ولكن ال10 دقايق اللي نزل فيهم محمود حسن تريزيجيه، بصراحة يا جماعة بصراحة يعني في منتهى الروعة. بس يا جماعة طبعًا تكون دي نهاية حلقتنا النهارده. يا رب بس ما أكونش طوّلت عليكم إن شاء الله. وربنا يكرم النادي الأهلي إن شاء الله فيما هو قادم بإذن الله، ويقدر يروح بعيد طبعًا في كأس العالم للأندية إن شاء الله. كنتم في رعاية الله وفي أمان الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.